حكايتنا النهاردة عن قصر أفلاطون باشا اللي مكانه في شبرا، أو زي ما كل أهل شبرا يعرفوه باسم مدرسة إيزيس الخاصة. وعشان نحكي عن المدرسة لازم نبتدي من عند صاحبها حسن أفلاطون أو حسن الكاشف، اللي اتولد سنة 1820 وتعلم في مصر ودرس في مدرسة المدفعية المصرية. اتسمى أفلاطون لأن كانت أسئلته كتيرة وبيحب يفهم وبيحب التعليم. في عهد عباس الأول انضم للجيش المصري وأصبح ضابط مدفعية لغاية ما تولى رئاسة المعامل الحربية في الحوض المرصود في عهد سعيد باشا. أنعم عليه الخديوي إسماعيل برتبة لواء سنة 1869. فضل يترقى في المناصب لغاية ما أصبح في عهد الخديوي توفيق ناظر للحربية. اتوفى حسن باشا أفلاطون سنة 1905. حسن باشا أفلاطون لما توفى ساب تركة كبيرة وورث كبير من الأراضي الزراعية، بخلاف قصر الأسرة اللي موجود في شارع شبرا. ولما تحولت أغلب أصول شبرا لمدارس، قرر كمان ورثة قصر أفلاطون إنهم يحولوه المدرسة، وفعلا اتحول القصر وأصبح مدرسة لغاية نهاية الستينات. وقتها كان اسمه مدرسة الإسماعيلية الخاصة، لكن في بداية السبعينات حصل اتفاق ما بين الورثة وما بين كبار معلمين المدرسة إنهم يحولوها لمدرسة خاصة متخصصة في التعليم الثانوي تحت اسم مدرسة مصطفى فوزي للتعليم الثانوي. لكن في منتصف السبعينات وتحديدا سنة 1976 اتحولت لمدرسة للتعليم الأساسي. تم تطوير منشآتها وتجديدها، وابتدى يكون اسمها مدرسة إيزيس الخاصة للتعليم الأساسي، وأصبحت خلال سنة واحدة مدرسة معروفة وليها اسم. فأضافوا جزء جديد ليها وهو التعليم الإعدادي، وبكده تكون مدرسة إيزيس الخاصة من أوائل المدارس اللي كملت حلقات نهضة التعليم الأساسي في شبرا من السبعينات لغاية وقتنا ده. ودي كانت حكاية قصر جميل أصبح مع الوقت مركز لخروج آلاف الطلاب والمثقفين على مدار سنين طويلة، هو جزء من تاريخ شبرا الجميل.